عارف اللحظة اللي تقرر فيها انك تاخد ستيب باك وتسيب الشخص العزيز عليك ده انه يفشل او يحصل له مشكلة او يقع في حاجة مش عارف يتصرف فيها. اللحظة دي انت بتديله فرصة انه يتعلم يحل مشكلته، انه يتعلم انه حياته دي محدش هيظبطها غيره. حتى انك تقرر تسيب الشخص ده يخسر الحاجة اللي هو ما كانش عارف قيمتها، لان جريك ورا شخص عشان تحله مشاكله، عشان تقوله قيمة الحاجة اللي هو مش عارف قيمتها، عشان تنبهه ان حياته بتخرب وهو مش منتبه، ده ما بيساعدهوش خالص. كل ما بتحاول تحمي الناس من مواجهة غلطاتهم او مسؤولياتهم، فانت بتسرق منهم فرصة ان هم يتطوروا في حياتهم. في كل مرة بتنط عشان تحللهم مشاكلهم، فانت بتديهم فرصة انهم يكونوا اضعف واكتر تواكل واعتمادية عليك. مش معنى كلامي ده ان احنا نبطل نساعد الناس اللي بنحبها او الناس المهمين في حياتنا او الناس اللي محتاجين مساعدتنا فعلا، لكن انا اقصد انك تساعد اللي بيحاول اوريدي وحد ماشي في طريقه وبياخد بالاسباب وبيعمل حاجات كتير عشان يوصل للي هو عايز يحققه. لما انسى او اغلط او اعك في حياتي، في حد ورايا بيلم اللي انا بعكه. في مناطق في المخ ما بتنشطش وتشتغل الا لما انت بتواجه التجربة بنفسك. لما المخ بيبدأ يعرف ان انت في محنة او في مشكلة، بيبدأ يبروسس ويشتغل بشكل مختلف عشان يتفادى الغلطات دي. لكن لو انت طول الوقت عمال تصلح لاولادك وعمال تصلح لاخواتك وعمال تصلح وتنقذ الناس اللي حواليك، فانت مش مخليهم يستمتعوا برحلتهم، ولا مخليهم يجربوا، ولا مخليهم يتعلموا اي شيء اصلا.